كيفاش تنظم وقتك ووقت القرايه في رمضان؟ جمعت لك كاع الحوايج اللي غتحتاج في هذا رمضان في فيديو واحد. كيفاش تنظم وقتك، الوقيته المناسبه باش تقرا فيها، وزيد عليها نعطيك الخطه الدقيقه 90 باش تولي احسن من المجتهدين وتجيب اعلى نقطه في الدوره الثانيه. دماغك كيخدم احسن من ما كتكونش واكل، يعني في رمضان تقدر تقرا اكثر وحسن من اي وقت في العام، ولكن ما غاديش تعرف توصل لهذا الشيء حتى تعرف كيفاش تنظم وقتك في رمضان. وعارفه ان كنا ما عندناش نفس الوقت في رمضان، كاين اللي كيقرا، كاين اللي خدام، وكاين اللي خدمه كتبزز عليه يخدم في الليل، وكاين اللي فريلانسر كيخدم وقت ما بغا. داكشي علاش ما نقدرش نقول لك خدم في هذه الوقيته وما تخدمش في هذه، ولكن غنعطيك شنو كيوقع في الداخل عندك، وغنعطيك داكشي اللي غيخليك تصنع البروغرام ديالك. بالنسبه للقرايه في رمضان والخدمه في رمضان بصفه عامه كنلقاو 3 ديال المجالات. اولهم الماء. الدماغ ما كيكونش خدام مزيان ملي ما كيشربش الماء. السيستم ديال الماكله شويه قاصح حيت السحور كيجي مع الفجر والناس ديالك كيتخربق وما كنقولش لك هادشي خاصو يتبدل. اخر حاجه بنادم فاش كيأذن كيبدا غير ياكل واللي جات قدامه كياكلها، الحريره الشباكيه والبطبوط واي حاجه. هاد 3 هما اللي كيخليو رمضان يكون من الاشهر اللي الانتاجيه فيهم قليله، ما كتقدرش تركز والطاقه هابطه. احسن حاجه نبدا بها هي النقطه الاولى واللي هي الفطور. ما عرفتش بشنو كتفطر ولا شنو محطوط في الطابله ديالك، ولكن من الاحسن ما تبداش بالحلاوه ولا اي حاجه حلوه حتى دوز على الاقل ساعه ونص. والحلاوه ما كنعنيش بها غير السكر البيض بوحدو، حيت الا جيتي تشوف غتلقى حتى الخبز فيه السكر، ولكن من الافضل تختار اطعمه اللي فيها سكر طبيعي بحال التمر ولا الفواكه المجففه باش ما يرتفعش لك السكر في الدم بسرعه. والانسولين هو الهرمون اللي كيعاون الجسم باش يستعمل السكر كمصدر للطاقه، وإلا كليتي بزاف ديال الحوايج فيهم السكر ممكن يرفع السكر في الدم من بعد كيهبط بشكل مفاجئ، وهذا الشيء اللي كيخليك تحس بالعيا والعجز. علاش قلت لك هذا الشيء؟ حيت ببساطه الماكله اللي غتاكل هي اللي غتعطيك الطاقه باش انك تدوز السوايع الجايه كلها بروداكتيف وانتاجيه. دابا ندوزو للنعاس، وخصك تقبل باللي نهارك قبل رمضان ماشي نفسو نهارك في وسط رمضان، راه وقتك واسلوب حياتك كلهم غيتبدلوا، وما خصكش تبقى شاد في دوك العادات القدام. ما مولفش تسهر في رمضان خصك تسهر، ما مولفش تنعس في العشيه في رمضان ولف تنعس في العشيه، ولكن نعاود نقولها لك على حسب البروغرام ديالك. الا كنتي كتقرا ولا خدام الصباح والعشيه كلها، من الاحسن نعس في الليل وفاق الفجر وما تعاودش ترجع تنعس، كمل نهارك بحال هكاك. اما الا كان عندك النهار خاوي ولا انت فاطله، من الاحسن تبقى سهران الليل كامل حتى الفجر مع واحد الكاس ديال القهوه اللي ضروري، وهذه افضل وقيته عندي اللي كنقدر ندير فيها كاع الخدمه اللي عندي وكتكون الدنيا كالم. المهم ما ديرش ديك القضيه ديال تنعس في الليل وتفيق تسحر وترجع تنعس عاوتاني، حيت كتضيع شحال من ساعه في النهار. الفتره ديال الليل هي فتره ديال الكرياتيف وورك، فين كتقدر تخدم عقلك وتفكر، سواء كدير عمليات ديال المات ولا كتفكر في شي حاجه اللي كرياتيف. اما في النهار فراه فتره ديال الهارد وورك، بحال ملي كطيبي ولا ملي كنمونطي هذا الفيديو، فراه ما كيطلبش انك تخدم عقلك وتفكر. ودابا عندنا مشكله ديال النعاس، الا بقيتي سهران فراه ما تقدرش تفيق في الصباح مزيان وغتفيق وانت فيك النعاس بزاف، ولكن انت كتفيق عيان ملي كتفيق في وسط سليب سايكل. النعاس ديالنا داير بحال شي موجات، كتدخل في النوم العميق وكترجع للنوم الخفيف. الفيق ديالنا كيعتمد على عدد الدورات ديال النوم اللي دزنا منها، يعني حوالي 7 ل 9 ديال السوايع ديال النعاس. احسن وقت باش تفيق هو في النهايه ديال الدوره ديال النعاس ديالك، يعني ملي كتكون في مرحله النوم الخفيف او REM، حيت الا فقتي في مرحله النوم العميق ممكن تحس بالتعب والدوخه. لذلك من الافضل تحدد وقت الاستيقاظ باش يتماشى مع هذه الدورات. ولكن كيفاش غندير نفيق؟ سهله، تيليشارجي واحد من هاد لي زابليكاسيون، وهذا ماشي اشهار، ودير الوقيته اللي كتفيق فيها وهي غتكلم. ولكن قولي كيفاش كتعرف هاد لي زابليكاسيون متى غنفيق؟ فراه ملي كتكون داخل في النوم الخفيف فراه كتبدا تتحرك وكتقلب، وفي ديك اللقطه ديال التحرك كيديتيكتي الصوت ديال التحرك والابليكاسيون صافي كيصوني. تركيز، هذه اللي اهم حاجه في هذا الفيديو، حيت بلا تركيز ما تقدرش تكون بروداكتيف اكثر. الا كنت سهران الليل كامل حتى السحور فمن الاحسن ما تبقاش غير مقابل غير الماكله، كل الفطور والعشاء الا كنتي كتاكلوا وصافي حبس حتى السحور، وماشي غير حاط الماكله قدامك كنت كتقرا ولا كتخدم. اما الا كنتي من النوع اللي مبلي ببرامج ديال رمضان واللي ما كنصحكش بها، بدلها بقصص الانبياء ولا بودكاست. فهاد الوقيته ديال الفرجه ما ننصحكش انك تفرج فيها في وقيته ديال كرياتيف وورك، يعني خليهم حتى الوقيته ديال هارد وورك، اي وسط النهار، اي انك كتفرج وانت ولا انت كطيبي ولا كتجمعي بيتك. المهم الوقيته اللي ما كتخدمش فيها عقلك. اما في الليل اللي هي الوقيته ديال كرياتيف وورك كنت كتحفظ ولا كتوجد شي خدمه، حط كروني وركز غير على خدمتك تتساليها. الهدف هو اهم حاجه في نهارك كله. دير هدف واحد اللي غتركز عليه في نهارك كامل، بحال دير 7 ديال لي زيكزارسيس ولا تلخص 2 ديال الدروس. المهم كاين واحد الهدف اللي في الاخر ديال النهار غادي تساليه. ودابا ندوزو الخطه ديال الدقيقه 90.
كيفاش تجيب اعلى نقطه في الدوره الثانيه. قبل ما نبداو في الخطه قولوا لي شنو المشاكل اللي كتواجهوها في وقت القرايه ولا شنو اللي ما كيخليكمش تقراو. اول حاجه حيد عليك الدروس القدام ولا الدروس اللي بديتيهم من اول عام، ومن دابا نقولها لك بلا ما تسول على ديك الكذبه ديال الدرس اللي كتبتو غنحفظو، حيت ما بقاتش خدامه في الدوره الثانيه، حيت ما بقاش عندك الوقت، وفين ما يكون عندك شي وقت ضرب عليهم طليله. ودابا غنوريكم شي طرق ديال القرايه اللي كيخدموا بهم غير القرايين ولا من ديما كتسولهم عليهم، ولكن بطبيعه الحال ما كيقولوهمش ليك. اول حاجه ولي تكون قراب للمجتهدين، بقى تعمر بزاف مع الناس اللي غادي مزيان في قرايتهم وحاول تستافد منهم، وبقى تسولهم على اي حاجه، سولهم على الطرق باش كيراجعوا، مره جلس حداهم في القسم باش الا كان الاستاذ كيشرح وما فهمتش شي حاجه سولهم. هادشي احسن لك من انك تجلس معاك ليكا كسالى وقابلين غير الضحك وصافي، حيت غير غيرجعوك للور. ثاني حاجه ديك الحاجه اللي كتفكر فيها دابا، العجز. شنو الحل ديال العجز؟ انت دابا كتفرج فيا ما كرهتيش تجيب ديك النقطه الواعره وتنوض تحفظ دابا بالسوايع باش تجيبها، ولكن ما قادش حيت قاتلك العجز. الحل ساهل وصعيب في نفس الوقت، ولكن غير سالي هذا الفيديو غتقول مع راسك غنوض نقرا غير 5 ديال الدقائق وما غنفوتهاش، وسير بدا شي ماده ولا شي تمرين، هو تلقى راسك تلقائيا كتراجع لمده طويله، بحال قلنا خدعنا الدماغ ديالنا واستغليناه للصالح ديالنا. تقنيه 20-80 ولا تقنيه الباريتو، 80% ديال المواد اللي كتقراهم غتجيب لك فقط 20% ديال النتيجه، حيت المعاملات ديالها هابطه والعكس صحيح. 20% ديال المواد اللي كتقراها هي اللي غتجيب لك ديك 80% ديال النتيجه. داكشي علاش ركز على هذا 20% اللي المعاملات ديالها طالعه، حيت هي اللي غتطلع لك المعدل. وهذا الشيء ما كيعنيش ما تركز على المواد الاخرين، يعني انك راجع كاع المواد كامل، ولكن عطي الاهتمام ديالك الاكبر المواد اللي المعامل ديالها طالع. work smarter not harder، خدم بذكاء وليس بجهد. واخا تقرا الدرس 100 مره الا ما جربتش التذكر النشط ولا active recall غادي تنسى كل شيء من بعد. طريقه سهله، قرا المعلومه مره واحده من بعد سد الكتاب وصور راسك عليها بلا ما تشوف، حاول تجاوب من عقلك ومن بعد رجع للكتاب باش تاكد. هاد التقنيه كتعلمك تفكر وتسترجع المعلومه بلا ما تحتاج تعاود تقراها 1000 مره. ديرها مع الدروس ديالك وغادي تلاحظ الفرق. الاستراحه اللي واقيلا كنت كتسنى ندوي عليها، بدل ما تخدم تقنيه البومودورو ودير 25 دقيقه وترتاح 5 دقائق، خدم لمده ساعه ونص وارتاح 10 دقائق. بالنسبه ليا ديك 25 دقيقه ما كتقدنيش، حيت يلاه الدماغ ديالك كيوجد باش يستقبل المعلومات وكتقطع داك التركيز بديك الاستراحه ديال 5 دقائق، لذلك ما خداماش. فخدم 90 دقيقه اللي هي ساعه ونص وارتاح 10 دقائق. علاقتك مع الاساتذه، هذه غير المجتهدين اللي عارفين بقيمتها. شحال من واحد كيحسب ليه غير النقطه ديال الامتحان اللي كتحكم في النقطه ديالو، وهو في الحقيقه راه الاستاذ يقدر يزيد النقط لواحد التلميذ اللي عزيز عليه وعارفو كيخدم، حيت عارفو كيستحق ديك النقطه. بزاف ديال التلاميذ غافلين على هذا الشيء، وهاد الدوره حاول تبين للاساتذه ديالك انك باغي تقرا، حيت بصح نيت باغي تقرا. الا الاستاذ ديالك شافك بصح كتحاول انك باغي تقرا، فراه حتى هو غادي يدير معاك مجهود، وملي ما تفهمش شي حاجه غيزيد يشرحها لك. المهم حاول تجمع راسك هاد الدوره، وديما ولي تسول فيما ما فهمتيش شي حاجه، سول وما تحشمش باش حتى هو يتعاون معاك وتستافد منه. ودابا وصلنا للجزء اللي كنتي كتسناه. دابا غنوريك بعض الطرق اللي قليل كيعرفوهم واللي غيخليوك دير اكبر جلو اب في القرايه. اول حاجه تقنيه فاينمان. بغيتي تفهم شي حاجه بسرعه وبلا حفظ، جرب تقنيه فاينمان. طريقه سهله، خذ اي معلومه وبدا تشرحها بحال كتهضر مع طفل صغير، بحال كتهضر مع واحد الدري صغير بلا كلمات معقده. الا حسيتي براسك عاودتي نفس الجمله بلا ما تفهم، رجع للدرس وتعلمها مزيان، ومن بعد جرب تشرحها بطريقه اسهل. الا قدرتي تشرحها ببساطه فراه هادشي كيعني انك فهمتيها بصح. هذه هي اسرع طريقه للفهم العميق بلا ما تضيع وقتك. الخرائط الذهنيه، ومن بعد ما درتي الخطوه الاولى واللي هي شرحتي الدرس لشي حد ولا غير درتي راسك كتشرحو لشي حد، ودابا داكشي اللي فهمتي غديرو على شكل خطوط مترابطين، وبلا ما تكتب الدرس كله بالتفاصيل ديالو، كتب غير النقط المهمين بحال العناوين الكبيره والعناوين الصغيره، والتفاصيل خليهم في الدماغ. كاينين بزاف ديال التطبيقات اللي غتعاونك تصيب هاد الخطاطات، ولا غير من شات جي بي تي عطيه الدرس هو يقاد لك الخطاطه، ولكن انا كنفضل ديرهم من راسك بيديك. ثالث حاجه الاختبار. دابا غتصيب واحد الامتحان راسك، غتاخذ واحد الورقه وغتكتب فيها مجموعه من الاسئله على داك الدرس، تقدر تجيبهم من جوجل امتحانات القدام، ولا سول شات جي بي تي قاد لك الاسئله على داك الدرس وكتبهم كاملين في ورقه وبدا تجاوب، وهنا غتعرف راسك واش مستعد دوز الامتحان في داك الدرس ولا لا. الحاجه اللي حصلتي فيها سير عاود ركز عليها مزيان قبل ما تنعس، هي اكثر فتره اللي مهمه في نهارك كامل. الا وصلتي لهنا فريك غتاخذ معك واحد من اهم الاسرار اللي غيخليوك تجيب مزيان، اكتب لي في لي كومونتير هذا باش نعرفك وصلتي حتى لهنا. قبل ما تجي تنعس سول راسك شنو تعلمتي في هذا النهار، وبدا تراجع غير مع راسك بلا تفطر بلا والو، وتقدر تكون تحت المنطه وكتفكر شنو قريتي مع راسك، وواخا تنسى شي حوايج ماشي مشكل، ومن بعد غنقول لك علاش. من بعد ما تفكر هادشي كامل غتبد داكشي اللي غتراجع غدا وضرب عليه غير طلا، بلا ما تحاول تفهم داكشي اللي مكتوب بحال كتشوف غير العناوين
الكبيره والصغيره وصافي. وستير في هادشي كامل بحال درتي للدماغ ديالك واحد النوع من الحماس والتشويق، غتمشي تنعس وانت ما مجاوبش على داكشي اللي نسيتي، وفي نفس الوقت ما فهمش داكشي اللي غتقرا غدا. الغد ليه ان شاء الله اوتوماتيكمون العقل ديالك غيشد المعلومه دغيا وغتكون موتيفي باش تمشي تقرا داكشي. هذا مكان ومبروك رمضان، كنبغيك. شكرا حيت فرجتي.